السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا هنعمل اكلة ممبار وكرشة ورز ابيض. متنسوش قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. معانا حزمتين بقدونس، حزمتين كزبرة، حزمتين شبت، معانا صلصة، معانا طماطم، 2 كيلو رز، 4 بصلات، وممبار 3 كيلو، كرشة كيلو ونص، ومعانا فلفل حار، حمص طبيخ، توابل 2 مرق دجاج، وملح وفلفل اسود و7 بهارات. احط زيت وبعد كده هقوم جايبه البصله احمرها لحد ما يكرملوا كده معايا. هقوم نازله عليها بالصلصه، وهقوم جايبه بالصلصه التوابل، وهسيبهم لحد ما يتسبكوا مع بعض. وبعد كده هقوم حاطه الرز، ملح وفلفل اسود و7 بهارات ومرقه الدجاج ونص معلقه سكر عشان خاطر الحموضه. وهجيب الرز واشوحه كلهم في قلب بعضهم مع الخضره، وهحط الفلفل الحار. وكده خلصنا خلطه الملح. معانا هنا الكرشه، هجيب حبه زيت وبعد كده هقوم نازله عليهم بالكرشه وهشوحهم كلهم في قلب بعضهم، وهشوحهم كلهم في قلب الكرشه. اول ما الكرشه اتشربت منها الميه خالص نزلت عليها بالبصلايه والمعلقه الثوم وشوحتهم كلهم في قلب بعضهم. وبعد ما شوحتهم نزلت عليهم بحمص الطبيخ، شوحت حمص الطبيخ وبعد كده نزلت عليهم بالصلصه. سبتها تتسبك لحد ما سبكت معانا والزيوت بتاعه الكرشه طلعت كده زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. وهنا معايا الممبار حشيته، وده حجم صبع الممبار، عاملينه معلقه سمنه على زيت قدحوه. بعد كده نزلت عليهم بفصين توم. اول ما ريحه التوم طلعت كده واصفرت صفران بسيط نزلت عليهم بمعلقه خل. هنا الرز الابيض بنعمله بالثوم والخل ده لما يبقى للفته او مع الكرشه، جربوها مش هتندموا. وبعد كده قمت نازله بالرز وشوحتهم كلهم في قلب بعضيهم. وبعد كده نزلت عليها بواحده مرق دجاج والميه المغليه على قد الرز. دي كميه الممبار معانا. خلصنا الرز معانا الابيض برضو استوى معانا. حطينا حله على النار وحطينا الميه لحد ما غليت، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، وسبتها غليت لحد ما نزلت عليها بالممبار. وكده الممبار استوى معانا بالشكل ده لمده نص ساعه. بحط الميه اول ما الميه بتغلي هقوم حاطه الممبار، وبعد نص ساعه هقوم شايله الممبار. دي كميه الممبار اللي معانا اللي سلقناه. وبعد كده هنحمر الممبار. كان طعمه جميل اللهم بارك، كان الاكل تحفه وجميل. جربوه بالطريقه دي مش تندموا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد، ويا ريت تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعه النهارده وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو جاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.